بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد مجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. النهاردة هنحكي حكاية حد حلو جدا وناس كتير جدا تسمع عنه. القديس ده اسمه مينا. اسمه ايه؟ مينا ده كان ايه؟ كان باباه ومامته ناس حلوين خالص بيحبوا ربنا قوي. وكان باباه والي يعني زي الملك كده بس اقل شوية. وكان باباه الناس كلها بتحبه، وكان بيعمل حاجات حلوة خالص، يدي الناس الفقراء، وكان جميل خالص. ومامته كانت ست طيبة جدا. وبعدين كانوا هما نفسهم في نونو صغير، وما كانش عندهم، فقعدوا يصلوا لربنا كتير قوي علشان ربنا يديهم نونو صغير. وفي مرة جات مامته وقفت قدام صورة ماما العذراء وقالت لها: يا ماما العذراء، ممكن تديني نونو صغير؟ ممكن يا بابا يسوع تديني نونو صغير بشفاعة ماما العذراء؟ فراحت سمعت من صورة ماما العذراء صوت بيقول لها أمين. وفعلا بعدها جالها نونو صغير وسمته مينا. ومينا ده كان ولد جميل جدا وبيسمع كلام بابا وماما، وكان يروح الكنيسة ويصلي ويصوم، كان حلو خالص، يروح القداس. وبعدين مينا ابتدى يكبر وكبر ودخل فين؟ دخل الجيش بقى كده جندي كده في الجيش، شاطر وكان شجاع وكان كل الناس بتحبه. وبعدين قعد في الجيش مدة، بس حس ان هو نفسه يقعد مع ربنا ونفسه يعيش مع ربنا. فراح عمل ساب الجيش بتاعه وساب ان هو يبقى جندي، وراح عايش في الصحراء زي الرهبان كده، ما بيعملش اي حاجة. زي الرهبان دول كلهم ما بيعملش حاجة غير ان هو بيصلي وياكل حاجات بسيطة ويشتغل ويقرأ الإنجيل ويعيش مع ربنا. وفضل كده 5 سنين. وبعدين جه بعدها الوقت اللي احنا قلنا قبل كده عليه، لأن الإمبراطور دقلديانوس قال أنا مش عايز حد يعبد بابا يسوع. فهو وهو في الصحراء شاف رؤية كده، يعني شاف كده في السماء قديسين كتير طالعين لبابا يسوع بعد لما استشهدوا. فقال أنا نفسي أكون زيهم. ساعتها سمع صوت بيقول له: أنت هتكون شهيد أنت كمان يا مينا، كمان وهيبقى ليك 3 أكاليل. وبعدين راح مينا، راح اللي هو مينا ده اللي هو ماريمينا، راح ماريمينا راح كان فين الامبراطور عامل حفلة كبيرة قوي وعزم ناس كتير جدا. راح قال لهم: انا بحب بابا يسوع، واللي انتوا بتعملوه ده انتوا بتعملوا حاجات غلط، ما ينفعش تعملوا الحاجات الغلط دي. فراحوا الناس استغربوا: ده؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ مين اللي عامل دوشة وموقف الحفلة؟ الامبراطور اول لما شاف راح قال: ده؟ مين اللي هناك اللي موقف الحفلة ده؟ كان في ناس بقى موجودين فاكرين ماريمينا من ايام ما كان لسه في الجيش، فقالوا له: ايه ده مينا، انت مال هدومك عاملة كده ليه؟ وفين هدوم الجيش بتاعتك؟ ده انت كنت قائد شاطر خالص، ده انت ايه اللي عمل فيك كده؟ قال لهم: انا كنت عايش في الصحراء مع بابا يسوع، وكنت مبسوط قوي وفرحان ببابا يسوع. قالوا له: بابا يسوع؟ امبراطور قال له: انت مش خايف تقول ان انت بتحب بابا يسوع قدامي؟ انا ممكن اموتك، انا ممكن ابهدلك. قال له: انا ما بخافش، انا بحب بابا يسوع جدا وما بخافش ومش هسيب بابا يسوع ابدا. الامبراطور اتغاظ واتجنن وبرق
وشعره وقف وطلع دخان من ودانه وقال له انت بتقول ايه؟ انا هموتك، انا هبهدلك. وفعلا ايه، قعد يعذب في القديس ماريمينا كتير كتير كتير، وفي الاخر استشهد وراح عند ايه؟ عند بابا يسوع. بعدها بفترة كان في ايه قائد شاطر جدا جدا في الجيش، وكان بيحارب، وقال احنا لازم عشان نكسب الحرب لازم نعمل ايه؟ ناخد معانا الجسد بتاع ماريمينا بركة. فراحوا اخدوا جسد ماريمينا معاهم وراحوا ايه؟ الحرب. وهم رايحين الحرب طلعوا كده، كانوا واخدين الجسد في مركب، طلع كده ايه حيوانات كده زي اسماك بس مفترسة كده من الايه، من البحر، كانت عايزة تكسر المركب وتاكل الناس. فهم خافوا جدا جدا، بس كان معاهم في المركب مين؟ جسد ماريمينا. راح طلع نور قوي قوي من جسد ماريمينا، وراح خابط مين؟ الاسماك المفترسة دي. راحت الاسماك المفترسة دي جريت بسرعة بسرعة وهربت من الايه، من النور القوي ده. وفعلا راحوا الحرب واخدوا جسد ماريمينا معاهم وكسبوا في الحرب دي فعلا. وبعد لما كسبوا كانوا ايه، قالوا بقى احنا هنرجع. وهم راجعين لقوا ايه، كانوا حاطين الايه الجسد بتاع ماريمينا على جمل. فراحوا ايه، لقوا الجمل ده جه في حته وراح قاعد. يا عم قوم امشي، يا عم انت قعدت ليه؟ احنا لسه ما وصلناش. يا عم قوم امشي، يا عم احنا لسه ما وصلناش. الله، قالوا جايز الجمل تعب، جايز اكل فول، جايز اي حاجه. راحوا اخدوا جسد ماريمينا حطوه على ايه، على جمل تاني. لقوا الجمل التاني راح قعد. يا عم انت قعدت ليه؟ قوم. قالهم يا عم قوم. راحوا قالوا بس احنا ايه، نشيل الجسد من على الجمل اللي قاعد تعبان ده ونحطه على ايه، على الجمل التاني. راح الجمل التاني راح قاعد. وبعدين بقى كل ما نشيل الجسد من على جمل يوم ايه، الجمل اللي كان قاعد يقف واللي كان واقف يقعد. مش هنمشي احنا النهارده بقى. فضلوا يحاولوا ان هم يحركوا الجمل بالجسد، مش راضي يتحرك. قالوا بس خلاص، يبقى اكيد القديس ماريمينا عايز ان جسده يفضل في الحتة دي. وفعلا حطوا الجسد بتاع ماريمينا في ايه، في الحتة دي. وعدت سنين سنين سنين، والناس نسيت ان جسد ماريمينا محطوط في الحتة دي. وبعدين كان في واحد رجليه وجعاه خالص ومش بيقدر يمشي على رجليه، كان يقعد كده يزحف بإيده عشان يمشي على الأرض. راح عند الحتة دي وفضل قاعد. وبعدين فجأة لقى ايه، رجله خفت وعارف يحرك رجله، ولقى ان ماريمينا خففه. راح جري بسرعة 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 وقعد يقول للناس كلها ان ماريمينا خففه، ماريمينا خففني، ماريمينا خففني. وكان في نفس الوقت ده كان في راعي، الراعي ده عنده خرفان غنم ومعيز كتير، وكان في خروف منهم تعبان خالص. وبعدين الخروف ده وقع في الحتة اللي فيها جسد ماريمينا. لقى الخروف خف، بقى كل خروف تعبان يجيبه ويقعد ياخد من الرملة اللي في الحتة دي وايه، ويدهن ايه الخروف، فتلاقي الخروف يخف. الموضوع انتشر، والناس كلها اللي تعبانة واللي عيانة بقت تيجي عند جسد ماريمينا في الحتة دي عشان ايه، عشان تخف. لحد لما الموضوع وصل للإمبراطور، والإمبراطور كان عنده بنت، البنت دي كان عندها مرض مش بتخف خالص. فأول لما سمعت قالت أنا لازم أروح عشان أخد بركة من إيه، من الحتة دي، وعشان إيه، عشان أخف. وفعلا راحت أخدت بركة من المكان ده
وظهر لها هناك مريمينا وقال لها إن في الحتة دي جسده إيه؟ جسده موجود. وعشان كده من ساعتها احنا عرفنا جسد مريمينا موجود فين، وموجود دلوقتي فين في المكان اللي احنا بنروحه، في دير مريمينا. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. وفي آخر الحلقة مش هننسى نسلم على أصحابنا أصدقاء حلقة النهاردة. من أمريكا ستافروس ماجد، جيرميا دريس، أنطونيلا دريس. من اسكندرية مصر ألكسندرا رامي، جيروم رامي، هولي مينا، كارلوس مينا، بيترو بولا، أنجيلا بولا، ديفيد عادل. ولو عايزين تكونوا من أصحاب الحلقات الجاية ابعت لنا في الكومنت اسمك والمكان اللي انت منه. ونحب نشوفكم دايما مع إصدارات كوبتك سمارت كيدز ذكية ومليانة باللعب والمفاجآت والحاجات اللي بتعلمنا عن طقس الكنيسة والقديسين والأسرار. نشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.